ازيكم يا حلوين. امسكي يا ماما، افتحي واحدة وافتحي. امسكي واحدة. انا عايزاك كده انت اسامي كده. طريقة موت يا جماعة. كانوا مرة عاملين لنا واحدة قبل كده في الحيطة، تخبط في الحيطة وترجع لنا تاني. وبعد ما شفتوا بقى التنمر بتاع بنتي او بنتي وهي سمعتوا بنتي وهي بتتنمر عليا، تعالوا ما ندخل على الفيديو كده ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونشوف احنا هنعمل ايه. دلوقتي احنا هنعمل قرص زي ما شفت في اول الفيديو كده. خليكم بس متابعين معايا للاخر وهنكمل مع بعض. معانا المكونات 3 كيلو دقيق وكوباية سكر و5 كوباية بنفس الكوباية المعيارية او اللي احنا هنعاير بها، 5 كوبايات سمنة او سمنة على زيت، او سمنة مخلوطة، او اللي انت يعني اللي الموجود او المتوفر عندك اعملي. دي البدايل للسمنة. تمام، قلنا 5 كوبايات سمنة وكوباية سكر ومعلقة ملح وظرف ظرف اللهم صل على سيدنا محمد، ظرف بيكنج باودر وظرف خميرة طبعا عشان التخمير، و3 اظرف فانيلي. وكنت وفي حاجة انا ناسياها، اما افتكرها 4 معالق سمسم. ده انا كتبتهم اهمت لما كنت افتكرتهم. 4 معالق سمسم. وهنبس بقى الدقيق ده، يعني هنخليه زي حبات الرمل. اما نكون يعني نخلي كل ذرة سمنة تدخل في الدقيق او العجين اللي هيبقى معانا ده، ونلبسه زي الكعك كده بتاع زمان او زي القرص اللي هي الدايبه. بس احنا القرص الدايبه دي بتبقى ناشفه، يعني بتبقى ناشفه كده مش طري، انما دي بقى احنا عايزينها تبقى طريه عشان نغمسها مع كوبايه شاي، كوبايه شاي بلبن، يعني مع اي مكونات، او اي حاجه مع حته جبنه، مع اي حاجه كده بتقضي الغرض وتمشي. لان هي كلها ما شاء الله لذيذه وحلوه. وكمان عجنينها باللبن الرايب، او اللي هو الزبادي زي ما انتم شايفينه كده. احنا دي سلفتي طلعت كيلو حطته بره كده، او حطت كيلو في الوعايه اللي انتم شايفينها دي، وسابته راب في مكان دافي بقرايب. واللبن بخير وبوش اهوت. ورجعنا كملنا لبن تاني، بس اللبن حليب. تمام. وخليناها يعني فضلنا نعجن فيها كل ما تحتاج سوائل نحط لها، لان طبعا واحنا طول ما احنا بنعجن احنا بنختبرها ونشوف هي لسه عايزه ولا لا. وطبعا كل واحده مننا بتبقى عارفه مقدار الحاجه اللي في ايدها. ده مقدار 3 كيلو. يعني شوفوا بقى انتوا ممكن كل واحده تقسم يعني المقادير دي على 3 فيطلع لها مقدار الكيلو. احنا قولوا حاطين 2 كيلو لبن، يبقى الكيلو دي هياخد له حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع لبن. يعني لو حبيتي تعمليها بلبن، عايزه تعمليها بميه ماشي، يعني عندك كل البدائل متاحه زي ما انت عايزه، علشان برضو مفيش حاجه تقف قدامك ولا تقولي ده لازم بلبن ولا كده. هي ده اللي كان يعني متوفر عندنا، احنا قلنا نعملها بكده، فاحنا كان عندنا اللبن عملنا بيه. المهم عجناها لعند ما وصلت للقوام المطلوب بتاعنا، او يعني خلاص كده ما عادش هتاخد اي سوائل تانية. فقلنا بقى نظبطها كده برضو، لان الملمس لسه ما وصلش للنوعية اللي احنا عايزينها. فمسكتها كده حتة بحتة، انعم فيها اللي هي يعني اخبطها وارزعها كده زي ما بتبقوا تخبطوا على سطح الرخامة. احنا قاعدين في الصالة عند سلفتي واشتغلنا كله على الصينية واحنا قاعدين كده، لان طبعا احنا في الشتاء والدنيا ساقعة. المهم قلنا بقى نعمل حاجة تدفي البيت وحاجة تدفينا. وزي ما شفتوا انا وسلفتي كده قاعدين. فالفانيليا كنا نسينا نوريها لكم، او برضو نسيت اقولها 3 اظرف فانيليا. فبعد ما ال- الاكياس كده او الاظرف جنبنا، فحبيت نوريها لكم.
فسلفتي بقى ايه خدتها برضو ايه يعني حبة كده ايه بايدها مرة شمال ومرة يمين وعجنتها وظبطتها، وبعد ما نعمناها على الصينية وسيبناها بقى إيه ما سيبناهاش بقى ان هي ترتاح او ان هي تخمر قصدي، لا احنا سيبناها ترتاح ايه بتاع دقيقتين، واشتغلنا فيها بقى إيه نقطع ونشكل. إيه وكل واحدة ايه مسكت صينية وتقطع وتشكل ايه فيها زي ما هي ايه حابة او هي شايفة، لان احنا عاملينهم احنا الاتنين شركة ماشي. يعني زي ما انتوا عارفين احنا عندنا الدقيق والغلة اللي كنا طحنينها فعملنا من البيت، ما جبناش دقيق فينو ولا دقيق معجنات ولا اي حاجة. المهم في الوقت ده بقى يعني إيه وصلنا للتشكيل وقلنا نشكلهم ونسيبهم ايه يخمروا في ايه في قلب الايه اسطوانة زي ما شايفينهم كده. اذا كنت بقى وصلتوا معايا في الفيديو اللي عندي هنا تقول لي انتوا بتشوفوني من انهي بلد، وما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وفي الوقت ده بقى عايزة اشكر بنت اختي اللي هي بنتي الكبيرة، يعني هي اللي شجعتني على ان ايه اصور، لان انا بقالي فترة زي ما انتوا عارفين يعني بعد طول غياب حبيت اصور وارجع لكم بحاجة ايه للشتاء الدفي وكده. إيه بس بعد طول غياب ان انا كنت غايبة علشان إيه يعني كل الاحداث اللي بتحصل حوالينا دي، فانا كنت متأثرة بها جامد وما كنتش قادرة اتخطاها. وبنت اختي دي قعدت ايه تزن عليا كل ما تكلمني انت ما بتصوريش ليه صوري، واقول لها قلت لها يعني علشان الموضوع ده وكده، قالت صوري وقولي للناس انت كنت غايبة عشان كذا وكده يعني علشان الظروف اللي بتحصل. فاحنا عايزين بقى ندعي لاخواتنا يا رب بحق الأذان ده يا رب تيسر لهم ويعني وتخفف عنهم وتثبت أقدامهم وتنصرهم نصرا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض اللهم آمين. إيه وهنا بقى كنا بنسوي زي ما شفتوا دخلت الفرن ايه جوه معانا في الشقة وايه وشغلته، قلت ادفي البيت وكده، وادي احنا قاعدين ايه سهرانين وبنسوي القرصتين. إيه فعندنا القطة بتاعتنا يعني والدة قطتين إيه أو ولد وبنت، واحنا قاعدين بنشتغل كده يجوا يلعبوا حواليا، فقعدت ألعب معاهم شوية، وابني برضو نفس الحكاية. فايه قلت ايه يعني اوريكم المنظر او المقطع ده يعني حلو وجميل عجبني، معرفش بقى ان كان يعجبكم ولا لا. المهم ان نوصل بقى وصلنا لمرحلة التسوية. يعني ايه كان طبعا احنا سخنا الفرن شوية، طبعا لازم نولعه قبل ما نحط ايه الصواني فيه. فولعته وبعد كده حطيت ايه الصينية وجينا ايه ظبطنا الحرارة. هي اول صينية هي اللي بتاخد ايه وقت كتير، وبعد كده بتيجي تهدي النار خالص وبقية الصواني ما بتاخدش وقت زي ايه زي اول ايه صينية او اول صاج انت بتحطيه، لان طبعا بتبقى الحرارة والفرن اتظبط وظبطت ايه كله وتمام التمام. فبتبقى النار هادية من فوق زي ما انت شايفة كده برضو وهادية من تحت. هي القرص الطرية ما بتاخدش سوا كتير زي الايه زي الناشفة، يعني ايه اللي هي بتبقى الدايبة الناشفة دي بتبقى ايه بتاخد وقت اطول شوية من القرص الطرية. وكل معجنات على حسب هي بتاخد تسوية قد ايه. فكانت اول صينية خدت معايا يجي ايه تلت ساعة، هي عشان اول النار لسه ما اتظبطتش. هنا بقى كنا عاملين عصاك دوت وهو اللي غلبني شوية لان كانت يعني برضو والصواني كلها كل شوية كل دقيقتين لازم ايه الف الايه الصينية في اتجاه الايه النار عشان كله ياخد نفس الايه التسوية ونفس اللون. ومن يعني من الارضية بتاعتها ما شاء الله عليها زي وشها بالظبط. وما تنسونيش بقى تحطوا لايك يعني ويا رب اكون ايه ضيفة خفيفة كده على قلوبكم واللي بيشوفني يشوف يعني يدعي لي دعوة حلوة كده، وبلاش يدعي لي يدعي لاخواتنا كده بايه بالنصر الايه العاجل ان شاء الله. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يكون ايه الفيديو عجبكم.